مساء الخير عليكم يا جماعة. بصوا انتوا اكيد طبعا من عنوان الفيديو عرفتوا الفيديو عن ايه واحنا هنتكلم في ايه وهنقول ايه. طبعا احنا شكلنا مرهق جدا. احنا من امبارح بنلف في المستشفيات وفي الشوارع زي المجانين كده يعني يمكن امبارح والنهارده اسوأ يومين عدوا علينا في حياتنا. احنا مش عارفين ايه اللي حصل. هي ياسمين اختفت. يعني ياسمين امبارح نزلت الساعة 6 المغرب، كانت رايحة تشتري حاجة من وسط البلد، فالمفروض العادي ان هي ترجع 9 10 بالكتير 11، يعني مش هتأخر عن كده. فبنتصل عادي الساعة 10 11 التليفون مقفول. قلنا عادي يمكن التليفون فصل شحن او في حاجة، مش يعني ما تخضناش، اكيد ما فيش حاجة. لحد ما الموضوع ابتدى يتطور لحد الساعة 12 1 2 كلمناها عند ماما وكلمناها عند محمد، قلنا يمكن راحت عند محمد مثلا. اتصل بجنة بنتها، مفيش فايدة برضو، فمش عارفين احنا يعني هنتجنن من امبارح واحنا عمالين نلف اصلا. لحد ما الموضوع يا جماعة وصل 12 1 بالليل، فاحنا خلاص الساعة بقت 1 2، طب التليفون مقفول، اكيد في حاجة، الموضوع مش طبيعي، اكيد مش طبيعي، اكيد مش قافلة التليفون، اكيد التليفون مش فاصل، طب كانت زمانها روحت. والمشكلة يعني ان هي مش عيلة صغيرة، يعني هي عارفة الاماكن، اللي هو نقول مثلا عيلة صغيرة نزلت مكان تهت فيه مثلا، لا هي يعني بتنزل وسط البلد على طول. لو كانت عيلة صغيرة كنا ممكن نقول ان هي تهت، بس ده اللي يخوف. مش عيلة صغيرة. ودورنا عليها في كل مكان من امبارح، حرفيا بندور على ياسمين في كل مكان، كل مكان ممكن تتخيلوه. لفينا المستشفيات، رحنا اقسام، رحنا في كل مكان في الدنيا، بس يعني كان رد سمع علينا ان لازم يعدي من 24 ل 48 ساعة عشان نبتدي نبلغ يعني، ولسه الواد ده ما عدش. اتصلنا بمحمد، اتصلنا بامي، لفينا في كل حتة. طبعا امي منهارة جدا، منهارة فوق ما تتخيلوا، وابويا منهار. صعبان عليا اساسا لانها زعلانه جدا واحنا مش عارفين نعمل ايه، وعمالين نصبرها، بس احنا نفسنا اصلا مش عارفين نصبر نفسنا. حتى جنة بنتها يعني مش عارفين نعمل معاها ايه، يعني كل حزين جدا، مش عارفين نوصل ايه، مش عارفين نوصل لها يعني في حاجه غلط. احنا نزلنا لفينا في كل المستشفيات، في كل استشفاء، هي مش موجوده. احنا 3/4 حرفيا المستشفيات اللي في القاهره احنا لفيناها، والمستشفيات اللي احنا ما رحناهاش اتصلنا بيها، عملنا كل حاجه ممكن تتخيلوها عشان نلاقيها، مش لاقيينها. ومحمد اصلا في الاسم مش عارفين يعني محمد مستني الوقت يعدي عشان يبتدي يقدم على بلاغ من امبارح وعلى كده. طب من امبارح طبعا عشان هي لسه اصلا امبارح مختفيه، وكان الوقت قليل لانها نزلت الساعه 6 وكانت الساعه 12:30 1 تقريبا لما محمد راح، فبالنسبه لهم ان اصلا ما فيش اي اجراء بيتاخد الا لما يعدي 24 ساعه. احنا نزلنا بوست على الفيسبوك وعلى الانستجرام بنوضح فيه ان ياسمين اتخطفت، وان اي حد شافها في اي مكان او شافها في اي حته او اخر مره شافها يعني، او اي حد يعرف اي معلومات عن ياسمين يكلمنا. يا ريت والنبي. فاحنا طالعين في الفيديو ده بنحكي لكم عشان اي حد انتوا اكيد عارفين ياسمين، يعني ياسمين ساذجه بطريقه غبيه. دي المشكله، يعني ممكن اي حد يضحك عليها في ثانيه، يعني ساذجه بطريقه غبيه حرفيا. احنا مش عارفين هي فين دلوقتي، مش عارفين، مخطوفه، تعبانه، وقعت في حته، حصل لها حاجه، احنا مش عارفين. احنا مش عارفين اذا كانت مخطوفه ولا لا، اذا كانت كويسه ولا لا، مش عارفين اي حاجه خالص. احنا كل اللي احنا طالعين عشانه ان انتوا عايزينكم تساعدونا، تقفوا جنبنا. اي حد شافها في اي مكان او اي حد يعرف اي حاجه عن ياسمين يا ريت يبلغنا، يعني ضروري جدا. انتوا ما تعرفوش دلوقتي حاله والدتي عامله ازاي، حاله والدي، هي بنتها عامله ازاي. الموضوع كبير مش صغير، يعني ان واحده تخطف الموضوع كبير، يعني واحد قلقان عليها وزعلان على مامتها. منظرها يخلي الواحد يصعب، يعني الله اعلم هي ياسمين فين، بس الواحد بجد مامتها حرفيا شكلها متدمر خالص. وباباها اي حد يا جماعه يعرف اي حاجه عن ياسمين او شافها في اي مكان، انتوا اكيد عارفين شكلها، وبرضه هحط لكم الصوره بتاعتها، والصوره اللي انا هحطها لكم دي اللبس اللي هي لابساه في الصوره دي هو ده اللبس اللي هي نزلت بيه امبارح.
هو ده اللبس اللي هي اختفت بيه. فاي حد يشوفها او يعرف عنها اي حاجه او اي معلومات يبلغنا، احنا مش عايزين اكتر من كده. يعني انا مؤمن جدا بقوه السوشيال ميديا اللي هي ممكن فعلا ترجعها. يعني احنا بندور وبنتعب وبنلف وبنعمل كل حاجه، بس انتوا كمان ممكن تدوروا معانا. يعني اي حد يشوفها يبلغنا. انا مش عارفين نعمل ايه، مش عارفين نعمل ايه حرفيا. بس اي حد يشوفها في اي مكان يقول لنا. حد شافها مثلا في وسط البلد، اخر مره شافها امتى، اي حاجه. طب حد مثلا شافها لا قدر الله بعد الشر عملت حادثه، لو هي تعبانه في مستشفى حد يبلغنا باي حاجه. هنحط صورها برضو عشان لو مثلا محدش يعرفها في المستشفيات يعرف. فيا ريت يعني تساعدونا. واي حد قريبكم، اي حد لو تعرفوا اي حد من قريبكم شغال في المستشفيات اسالوهم، يعني ابعتوا لهم الصوره واسالوهم ما شفتوش الشخص دوت عندكم في المستشفى، او اي حد يعرف اي حد في اي اسم يسالوا برضو. يعني حاولوا انتوا من ناحيتكم دوروا معانا، احنا بندور، احنا بنلف في كل حته عشان ندور. انتوا كمان من ناحيتكم حاولوا تدوروا معانا. يعني معلش ساعدوني، يعني انا اسف ان انا بطلب منكم طلب زي ده، بس انا متعشم فيكم جدا. يعني حاسس ان انتوا اللي تقدروا ان انتوا تساعدونا. اي حد فعلا يعرف اي حد في اي مستشفى او اسم او اي مكان في الدنيا يبعت له بس الصوره. يعني انا عايز الصوره توصل لكل الناس اللي احنا في اسرع وقت ممكن نلاقيها. يعني مش عارف نعمل ايه تاني، بس احنا بنعمل كل اللي علينا، احنا بندور وبنعمل وان شاء الله خير. يعني انا واثق ان احنا هنلاقيها في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. وربنا يحرسها يا رب ويحميها يا رب وما نشوف فيها اي سوء ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله نلاقيها.